ما تدخلش. إذا فكر الإدانة فكر كبرياء. الكتبة شافوا معجزات بعينيهم كتير جدا، بس من كتر كبريائهم مش عاوزين يعترفوا انه المسيح، فيقولوا ايه؟ هم اللي طلعوا فكرة يكونش رئيس شياطين فبيطلع الشياطين بسهولة. الى هذه الدرجة من كتر الإدانة اتهموا المسيح انه شيطان، وربنا مطول باله يفضل يحكي ويقول لهم طب لو انا شيطان ولادكم بيطلعوا الشياطين، هم كمان رؤساء شياطين، ولو انا شيطان وبطلع شيطان كانت خربت مملكة الشيطان، بياكلوا في بعض. طب يا رب بترد عليهم ازاي؟ لانه متواضع، بس هم مليانين إدانة. حسبوا يا أحباء يكون مخنا شغال إدانة، عمال تدين في مراتك، تدين في عيالك، تدين في جيرانك، تدين في المسؤولين، تدين في الكهنة، تدين في دماغك تعباك. فطبيعي انت فين وشهوة التواضع بقى؟ المتواضع لا يدين إلا نفسه، يعرفش يشوف غلط حد. فكر آخر فكر الطمع أو الغنى، كل دي مرتبطة بالكبرياء. شتت المستكبرين بفكر قلوبهم. المتكبر يحب يزداد بريق، يزداد عظمة، يزداد غنى، فما بيكفيهوش أي فلوس وأي مراكز وأي لبس وأي عربيات، ما بتكفيهوش. زي الغني الغبي. الغني الغبي ما تقالش عليه بيقتل ولا بيسرق، لكن الغني الغبي غباؤه في انه عايش في حالة طمع ما بتهدأش، لانه شايف نفسه حاجة كبيرة، متكبر. ابني مخازني واهدم مخازني وابني اعظم منها، واقول لنفسي يا نفسي لك خيرات كثيرة موضوعة لسنين عديدة. قال الصوت قال له يا غبي هذه الليلة تؤخذ نفسك منك. يبقى فكر عاوز عاوز عاوز، ده فكر اساسا بيحركوا الكبرياء. ما تشوف الناس عاوزة ايه، اقل منك كلهم ومش طايلين ربع اللي عندك، هتفضل تعيش حياتك كلها عاوز عاوز عاوز، تبقى متكبر طبعا، تبقى مش شايف غير روحك. مرة تاني قالها القديس بولس: أما الذين يريدون أن يكونوا أغنياء، ده أغلب البشر تقريبا يريدون أن يكونوا أغنياء، يسقطون في تجربة وفخ وشهوات كثيرة غبية. استخدم نفس كلمة الغباء اللي قالها المسيح في المثل: تغرق الناس في العطب والهلاك. يبقى مع أفكار الكبرياء في أفكار الطمع. المتكبر طماع ما بيشبعش أبدا. القديس يعقوب برضو مسك الأغنياء شد عليهم، لأن هم مش أغنياء خيرين، لا، أغنياء متكبرين. ما هو لو غني خير هيبقى متواضع، لكن غني متكبر هيبقى ما بيشبعش. قال لهم: ذهبكم وفضتكم صدقة، وصدقهما يكون شهادة عليكم، يأكل لحومكم كنار. كنسكتم في الأيام الأخيرة، قاعدين تكنزوا بس في الدنيا، طب ما ده كله هيتحسب عليكم. فكر آخر، احنا بنقول شهوة التواضع، نفسي يا رب أبقى متواضع. طب عشان تبقى متواضع كل الأفكار دي مش مفروض تعدي عليك. لا تبرير ولا مقارنة ولا عظمة ولا إدانة ولا طمع. فكر التهاون. المتكبر تلاقوه حاجة شبه التبرير، مستهين مستبيح، يعني مهما عمل يقول لك حصل ايه يعني. واخدين بالكم؟ التهاون استهانة، ما عندوش احساس انه بيعمل حاجة كبيرة، وبالتالي ممكن يغلط اخطاء كبيرة جدا وتعدي، لانه متهاون في حياته بطبعه. عارفين مين اللي وقع في دي؟ شمشون كان نذير الرب وماشي غلط وربنا مطول باله، بس وصلت من كبريائه انه هيعملوا فيا ايه. فاكرين لما كانت دليلة تضحك عليه وتربطه مش عارف بشوية شعر ايه، يقول لها عارفة لو ربطوني مش عارف ايه خلاص. فاول ما هيعمل كده تقع، يعملوا له مش عارف ايه، يعمل كده. ففي المرة الاخيرة وهو بيصحى من النوم بيقول ايه؟ زي كل مرة هعمل كده هفك، وهو مش عارف ان هم قصوا شعره وربطوه الربطة التمام، وجي يعمل كده ما بتتعملش، لأنه استهان بالنعمة. متكبر يدخل يتناول حق يزق، يعني يدخل على الاعتراف يزعق، يدخل الخدمة كلكم غلط أنا علمكم الخدمة. إيه يا عم؟ إيه اللي أنت فيه ده بقى؟ أنت مستهين بأخطائك ومش شايف نفسك وحش ومش مقدر أنك أنت يعني بتستبيح مرة في مرة.
تعبير جميل قاله القديس بولس: أم تستهين بلطف الله وإمهاله وطول أناته. ربنا مطول باله عليك لأنه هو طيب. ما تاخدهاش بقى وتسوق فيها وتفتكر انك صح، لا انت مش صح. انما غير عالم ان لطف الله انما يقتادك للتوبة. ده ربنا مطول باله عشان تقول ارحمني يا رب، مش عشان تسوق فيها. الرخاوة لا تمسك صيدا، اما ثروة الانسان الكريمة فهي الاجتهاد. المتكبر يقولوا له صيام، يقول انا بطني ما بتستحملش. هتسهر تصلي، كفاية ابانا الذي. تنزل تخدم، انا بالعافية بطلع العشور. هو مستهين ومقتنع انه صح. ثروة الإنسان الحقيقية الاجتهاد اللي هو الجهاد. غير بقى المتواضع. المتواضع يقولوا له الصيام، يقول ده أنا محتاج الصوم جدا. السهر ده أنا محتاجه خالص. الاعتراف أنا محتاجه جدا. أي حاجة تقولها الكنيسة يقول أنا محتاج بجد ومقتنع لأنه متواضع. فكر الغيرة. فكر الغيرة. المتكبر دماغه تعباه، زي المقارنة شوية في حاجة اسمها الغيرة. الغيرة المرة طبعا. برضو مرة حصل في التاريخ أغنية ساذجة ولعت قلب واحد وبوظت حياته تماما. لما البنات بتوع أورشليم قالوا قتل داود ألوف شاول ألوف وداود ربوات، غالبا كانت لزوم الأفية أو السجع يعني، غالبا. فاهمين الفكرة؟ إنما إزاي وإزاي يقولوا داود قتل أكتر مني؟ الحقيقة أنت ما قتلتش خالص، ده هما جملوك. هو لولا داود كنت أنت اتقتلت. إنما بقى الحكاية ولعت منه. وفي ناس عايشة كده، لو اتقال كلمة مديح في شخص تاني وهو قاعد يشيط، وتقعد بقى تحايله سنين. طبعا ده فكر مستكبرين. ليه كده؟ موضوع أبسط من كده. هو لو باصص له كابنه زيه زي يونسان كان هيسقف ويغني معاهم، عندوش أزمة لو هو متواضع. بس هو مش متواضع. يونسان بقى كان متواضع، بقى يغني معاهم وبقى يموت في داود واداله كل الهدايا اللي عنده وهو فرحان بيه. طب يا يونسان، ده داود ابن فلاح لا مؤاخذة وانت ابن ملك، هتبقى صديقه؟ ده انا اتشرف. انت مش صعبان عليك ان الناس نسيتك في الزيطة دي؟ يونسان ده ما اتقالش خالص في الأغنية. لا مش صعبان عليه، انا فرحان، ما هو داود اللي له فضل. اصل يونسان كان متواضع ببساطة، فما كان مخه مش تعبه، مخه هادي، عارف يحب وعارف يعيش. انما شاول مخه تعبه وكمل كده لغاية ما هلك. طبعا الغيرة دي شفناها في اخوات يوسف، شفناها في رسالة